ثلاث كلمات قالهن الإمام علي سلام الله عليه وصيته. قال إذا ما تقدر تقرأ القرآن، أو لا تقدر تعرف حديث النبي، أو لا تقدر تروح للحوزة أو تتعلم أو تقرأ، إنسان أنت بسيط، أريدك تركز على ذن الثلاثة. هذا الكتاب اللي كتبه الإمام أمير المؤمنين للهمداني، لو ندرسه بجامعاتنا، لو ندرسه بمجالسنا، والله العظيم يكفينا عن كثير. أسرع أقول لك مقطع منه. من إجا الهمداني قال له علمني، أريد أعرف الخير والشر، أريد أعرف الحق والباطل. قال له عليك بالفطرة. شلون عليك بالفطرة؟ قال له الأعمال اللي أريدك ما تدناهن موجودات بالفطرة عندك ثلاثة. شنو هن؟ قال له احذر إذا تريد تعرف الحق والباطل، ترى الباطل بين. قال له شلون؟ قال له احذر كل عمل يفعل بالسر ولا يفعل بالعلن. نقطة جدا مهمة. اكو مرات احنا نسوي اشياء بيننا وبين ارواحنا بالسر، بالسر نسويهن، بس قدام الناس ما نسويهن. تبين ذني حق لو باطل. شو تقولون؟ بعدها يراد لها حوزة ويراد لها تفسير. تدري انت هذا الفعل اذا بحدك تسويه بس قدام الناس ما تسويه، اذا تبين هذا الفعل زين لو مو زين. مبين ما هو زين. يعني انا كنت اصلي، واجيت وقلتوا لي وين كنت؟ اقول لكم اصلي، كنت اصلي عادي قدامكم اصلي. لكن اذا انا كنت بالخماره عجلكم الله، اقول لكم اسويها قدامكم. هسه ابسط شيء المدمنين يشرب قدام الوادم، شو تقولون؟ لو يختل. اذا تبين ما دام ختل، اذا الفطره شو تقول له؟ تقول له هذا الفعل ما هو زين، اختل وسويه، بس قدام الناس ما يقدر يسوي. هذا مقياس واضح، بعد ما يحتاج لدرس. كل عمل يقول له احذر، كل عمل تسويه بالسر بس ما تسويه بالعلن. هذا لو هو زين كان ما سويته بالسر وكان ما بطلت منه بالعلن. هاي النقطة الأولى. بعد ما يريد اروح للقاضي. هاي وحدة. اثنين، قال له احذر كل فعل ترضاه لنفسك ولا ترضاه من عامة الناس. هذا المقياس الثاني. اكو فعل اذا انا اسويه اسويه، لكن اذا يسوونه قدامي غيري ما ارضى. هسه انت تقبل واحد ياخذ غيبتك؟ تقبل واحد يقعد قدام الناس ويحكي عليك؟ ما ترضى. بس انت من تقعد تحكي على الناس لما تحكي؟ انت تحكي يعني اجازه تضطر روحك، بس للاخرين ما تعطي. انت تقبل واحد يظلمك؟ لا ما اقبل. لكن ليش اظلم انا؟ اذا كل فعل ترضاه لنفسك وما تقبله من الناس اتركه، هذا الفعل غير جيد.